يا صباح الفل على عيونكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده كده يوم جديد، فيديو جديد. القبض نزل، جاي الحقكم قبل ما القبض يطير. تمام. صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما اتكلم في اي قبض خالص واي فلوس هتتصرف وخزين وده 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 هنعمل ايه يا مسك، هقول لكم على طول هشيل 200 جنيه على جنب. تمام. في الاول كده خلاص، صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلى تاني مره بنيه يا رب صلاح حالكم، اللهم امين. بجد يا بنات زعلانه قوي قوي قوي. مفيش تفاعلات على الفيديوهات بتاعتي خالص، ومفيش لايكات، بلاقي الافكار اصلا. والله العظيم انا النهارده كنت صاحيه كده، بقلب كده في اليوتيوب، ويعني فتحت كده ان انا هفتح الكاميرا اصور لكم على طول. ده سبب تاخيري عن الفيديو، لقيت فيديو ويعني قناه تانية واخداه طبق الاصل، نفس الكلام نفس الصورة، يعني هي صورة من عندها بس هي كاتبة عليها نفس الكلام اللي عنده بالفكرة اللي انا عاملاها. والله العظيم يعني انا فتحت، قصدت ان انا افتحه علشان اشوف مثلا طب نفس الكلام يمكن صورة بس فكرة تانية. لقيت نفس الكلام في نفس كل دقيقة انا بقول فيها الكلمة، هي نفس الكلام بتاعها في نفس الدقيقة. فبالله عليكم اضغطوا لي لايك كده، وصلوا على يعني صلوا على النبي في التعليقات علشان الفيديو يا بنات يترفع كده. ما تبخلوش عليا باللايك علشان كل واحد يعني يبقى مجهودي كده ما يضيعش. انا ما بزعلش خالص ان حد بياخد الفيديوهات، لكن ببقى زعلانه قوي ان ما فيش تفاعلات على يعني فيش تفاعل على القناه وكده. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك. انا قناتي اسمها وصفه نصيحه مع مسك، خشي كده اشتركي في القناه، نوريني كده حبيبه قلبي بكلمه اشتراك اسفل الفيديو، ولايك كده منك حلو كده ليا. ولكن ان شاء الله يعني عايزه اقول لكم بالخير دايما في حياتكم، اللهم امين. فعايزه اقول لكم قبل ما القبض يطير اخدنا كده الفلوس، طلعنا على طول 200 جنيه. ال 200 جنيه دي ايه يا مسك؟ 200 جنيه دي خاصه بحصاله رمضان اهي. بصوا على طول بقوم ساقطه فيها ال 200 جنيه خلاص، كأن ده القبض اللي جاي لي. خلاص. انسي بقى ان انت اساسا حوشتي او ادخرتي. هو القبض بتاعك سواء 3 سواء 4 سواء 5، انت كده ده ملهاش دعوه بالادخار اصلا. ال 200 جنيه دي طب ليه يا مسك؟ علشان جايه اقول لكم عايزاكم ايامكم دلوقتي كلها تبقى خير وهنا وسعاده. مش عايزاكم تتزنقوا ابدا، مش عايزاكم تمدوا ايديكم لحد، مش عايزاك يبقى في دخلة مثلا موسم او فرحه كده زي رمضان والعيد وده وتبقوا مزنوقين وتبقوا شايلين الهم. تمام. فال 200 جنيه دول خاصين انك هتجيبي بيهم اي حاجه رمضان، سواء زينه سواء لبس سواء اي حاجه نفسك فيها، وبتلاقي نفسك انك بتتزنقي وبتبدي حاجات تانية عليها عشان مش من الضروريات قوي، فان شاء الله هتجيبي الحاجه اللي نفسك فيها. ثانيا يا حبايب قلبي، عايزاكم على قد ما تقدروا بتقبضي 4 اعملي نفسك انك بتقبضي 3. ليه؟ علشان لا قدر الله كل الناس بتقع في زنقات، بس بيجي وقت انك تلاقي اللي يسندك وساعات ما تلاقيش حد خالص، حتى اقرب الاقربين ليكي. تمام. فكروا كويس قوي ان اتزنقتي كام مره ولقيتي ان مفيش حد يعني سد معاكي او وقف في ظهرك، او لو وقف معاكي مره مش هيقف معاكي التانية. تمام. اما حد بيديكي فلوس تمام كده كده بتبقى سلف، تمام، فانت بتتزنقي اكتر وانت بترديها. تمام. والله عايزه اقول لكم الواحد يعني انتوا ما انتوش غرب، الواحد كان بيمر عليه ايام زنقه تمام ما يعلم بيها الا ربنا. تمام. وفي نفس الوقت الناس مش حاسه، ما كنتش دايما بحب احسس الناس اللي قدامي ان انا مزنوقه او ده وده وده، بس كنت بصرف. كان لما بيجي بقى القبض وده كنت بصرف بنسى الزنقه اللي انا فيها، وده اكبر غلط ان الواحده تقع فيه. تمام. يعني عايزه اقول لك ايه، بيقول لك ايه، ولا تغلل يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. احنا بقى كنا يجي علينا وقت زنقه قوي تمام، وايام تبقى مبحبحه قوي معلش في الكلام، يعني في طريقه الكلام مبحبحه والكلام ده، لكن انا بتكلم معاكم بطبيعتي. فانا مش عايزاكم تبقوا كده زي ما انا كنت كده وما بقيتش. الحمد لله. ليه؟ بقيت احسب لكل حاجه. تمام. لا قدر الله لو زنقه، لو جيتي جهزتي بنتك، لو جيتي جوزتي ابنك، لا 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 ما تستلفيش من حد. تمام. لانك لو خبطتي على باب حد ممكن يردك، ما يلبيش طلبك او اللي هو يساعدك او الحاجه اللي انت متوقعاها. تمام. طب وليه؟ طب ما احنا لسه عقلنا في راسنا ولسه اولادنا صغيرين ولسه قدامنا حاجات كتير قوي. عذرا يا بنات. فعايزاكم تصحصحوا لنفسكم كده كله يا اختي كده، انت وانت قاعده انت وهي كده، بدل ما انتوا قاعدين على الكنبه قوموا لي كده وصحصحوا لنفسكم. قبضتم شيلوا على طول 200 جنيه زي ما بقول لكم كده. تمام. نسيت اقول لكم لايك، اوعوا تنسوا اللايك، اضغطوا لي اللايك وتعالوا على طول كده. فعايزه اقول لك تمام انا دلوقتي قبضي مثلا 3000، انا هعمل نفسي ان انا بقبض 2000 خلاص. ال1000 التانية دي انا هشيلها على جنب كانها مش موجوده. ال1000 جنيه دي لايه؟ لاي ظرف ما، لاي لا قدر الله مفيش حاجه، يبقى انا هشيلها اشتري بيها قطعه ذهب لجهاز عيله. عندي بنتين عندي 3.
تمام، عندي بنت وعندي 3 صبيان ولا 4، خلاص يبقى ال1000 جنيه دي انا هعمل حسابي والله انا بقبض 2000. طب اللي بيقبضوا 2000 ما انت لازم تبقي عارفه ان في ناس اقل منك. اللي بيقبضوا 2000 دول بيموتوا؟ لا يا حبيبه قلبي مش بيموتوا، بيمشوا نفسهم على كل حاجه. بصوا كده، ويمكن ربنا مبارك لهم في فلوسهم اكتر منك كمان. تمام. بشيل ال 200 جنيه بطلع صدقتي. اهم حاجه الصدقه. بصوا لو بازازه ميه، لو بسندوتشين وانت نازله اولادك توديهم المدرسه وبتتصدقي بيهم، شوفوا لدرجه ايه. يعني شوفوا رغيف عيش طابونه تمام، وحطيتي فيه جبنه، حطيتي فيه طعميه، حطيتي فيه فول، حطيتي فيه عجه من اللي بتعمليها حطيتي فيها بطاطس مقليه، اي حاجه وحلو كده ولفيه بطريقه معينه جميله كده، وفي كيس كده نايلون نظيف، وتقومي نازله مثلا على اي حد، مثلا ست غلبانه، راجل غلبان، الناس اللي هم الموظفين بتوع القمامه والكلام ده. عايزه اقول لك اقسم بالله بتبقى بصوا صدقه ما بعدها صدقه. ازازه ميه تكون حلوه كده عندك، بتاعت حتى ميه معدنيه وفاضيه مثلا، امليها انت كده ومسحيها كويس ونشفيها تمام، يعني تبقى ساقعه كده حلوه مرطبه، وانت نازله تقومي اديها الراجل مثلا كده. عايزه اقول لك سوقيا الماء مفيش احسن من كده. خلاص، دايما صلحي علاقتك ما بينك وما بين ربنا. شايفه ان الدنيا دايما عندك مكركبه، ان القبض ما بيكفيش، ان ولادك مش كويسين في دراستهم، ان جوزك تعبك في المصاريف وده وايده مثلا فرطه ومصرف، مثلا ولادي مش مؤدبين تعبيني، بربي فيهم مهما بربي يمسك ومفيش، بوفر على قد ما بوفر ومفيش مثلا توفير، بحاول اعمل زيك ومفيش. شوفي علاقتك ايه بربنا. حاولي على قد ما تقدري ركعتين قيام الليل اتكلمي فيهم مع ربك، افضل ما تتكلمي مع مسك، وافضل ما تتكلمي مع جارتك، وافضل ما تتكلمي مع مامتك ذات نفسها واختك ذات نفسهم. شوفوا اقرب الاقربين ليكي تمام، المقربين خالص، بس ركعتين في قيام الليل خير من الدنيا وما فيها، صدقوني. كمان صلاة الفجر، الصلاة اللي احنا اساسا هنتحاسب عليها واكتريتنا مش مواظبين عليها، وهي فرض زيها زي الظهر، زيها زي العصر، زيها زي المغرب والعشاء تمام. اللي هو انا اصلا راحت عليا انه ما ابقى اصلي الصبح، هي عملنا كتير قوي كده، بس شوفوا ضيعنا حسنات من حياتنا قد ايه، ضيعنا وقت، الساعة اللي بتعدي ما بترجعش غيرها. صدقوني الساعة اللي بتعدي من عمرك ما بترجعش غيرها. عايزاكم تصحصحوا لنفسكم في كل ثانية، مش كل دقيقة، في كل ثانية بتعدي اعرفي ان الثانية دي مش هتيجي تاني، هتيجي يعني السنة اللي بعديها، بس عمرك مش هيبقى هو. لو جت والثانية دي والدقيقة دي او الساعة دي في السنة اللي بعديها في نفس اليوم نفس التاريخ الميلاد او التاريخ يعني وكده تمام، مش هيبقى في عمرك. لو كان عندك 26، لا دي جت وانت عندك 27، جت وانت عندك 30 تمام. فاعرفوا احسبوا كل ثانية عدت ازاي، فما تضيعوش وقتكم. صلحي علاقتك بربنا، حاولي على قد ما تقدري. بصي دايما ما تقوليش يا رب اديني تمام، لا قولي يا رب ارضى عني، ما هو لو رضى هيعطى وهيدي. بصي بدون حسبان هيرزقك رزق يتعجب له اهل السماوات والارض، بس يكون راضي. شايفين جمال الله سبحانه وتعالى يا بنات. فدايما صلحي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تكلمي معاه، اتكلمي على قد ما تقدري عن اولادك، عن زوجك، عن حياتك، عن ده ودايما اللهم ارضني وراضني وارض عني. ده احلى دعاء وابسط دعاء ممكن تقوليه تمام. ومن رضي له الرضا. صليتوا مين على النبي؟ زيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. فدايما قبل ما تشوفي اي مشكله في حياتك فكري انت مقصره في ايه التاثير. ما مثلا انا بصلي بس مش مواظبه على الصلاه، لا التزمي في الصلاه في ساعتها وقت ما الاذان يدن. ده انا ملتزمه بس ما بتصدقش، لا تصدقي. شوفي ايه الحاجه السلبيه اللي في حياتك حتى لو بسيطه وحاولي تصلحيها، بالذات مع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وشوفي الخير والبركه اللي هتبقى في حياتك. خلاص، وفي كذا حاجه ان شاء الله باذن الله هقولها لكم تمام، ممكن في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي هو مثلا حاجات بسيطه، ارشادات في الميه لاولادك، ده هتظبط لك حياتك ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع تاني للميزانيه بتاعتنا. الميزانيه بتاعتنا علشان ما تطيرش تمام، انا بطلع بند للحوم. طيب انا بطلع بند للحوم يا مسك مثلا كل شهر 1000 جنيه وليكن تمام، والاقي نفسي اتزنقت، لا ده انا هطلع 700 بس تمام. طيب طلعت 700 تمام، هبدأ بطلع مثلا الخزين بالذات بقى اللي هو بتاع العطارة والكلام ده، انا ما اقدرش اتصرف فيه لسبب واحد، اللي هو مثلا في ناس بيبقى اكلها رز، في ناس اكلها مكرونة، هاتي اللي بيناسبك. اعرفي انت بتجيبي 5 كيلو رز كل شهر، بجيب 10 كيلو مكرونه كل شهر على حسب، بس بحاول ان انا اقلل من كل حاجه 2 كيلو. يعني انا بجيب مثلا 7 كيلو رز، لا اجيب 5. طب هسد اللي هو اللي انت اخدتيه ده ازاي يا مس؟ بربع رغيف عيش في كل وجبه. العيش بنجيبه من الطابون
خلاص. ربع رغيف عيش كل وجبه هيقلل معايا كميه الرز اللي بجيبها كل شهر، هيقلل معايا كميه المكرونه كل شهر. يبقى انا كده جبت بند اللحوم بالشهر، تمام، جبت بند العطاره بالشهر، تمام. ايه كمان اللي هجيبه؟ بند الخضار، تمام. الناس اللي بتقول لك الشهر الاسبوع عندي ما بيكفينيش 300 جنيه خضار، ليه يا حبيبه قلبي؟ 200 جنيه كفايه قوي. 200 جنيه اقسم بالله لو نزلتي جبتي 3 كيلو بطاطس، 3 كيلو طماطم، 2 كيلو بصل، ده في الاسبوع، هو المفروض كيلو حتى، انت فاهماني؟ ربع ليمون، نص فلفل، نص خيار، نص جزر. شايفين الحاجات دي ب5 جنيه خضره، الكلام ده اقسم بالله ال 200 جنيه تكفي واقل. في ناس بيقضوا اسبوعهم في الخضار ب 100 جنيه وبتكفي ونعمه وفضل، يمكن بيشتروا فاكهه كمان، وبتيجي كده وبتسهل من عند ربنا سبحانه وتعالى، تمام. وال1000 جنيه ما تنسوش اللي انا قلت لكم عليها، اوعوا تنسوا دي منسيه. انا لو بقبض 4 يبقى انا بقبض 3، انا بقبض 3 يبقى انا بقبض 2000. خلاص. طول ما انا مش عارفه ازود دخلي يبقى احاول اوفر من فلوسي ومن فلوس اللي هي الميزانيه بتاعتي. ليه؟ مش هجوع عيالي، بس هشوف بدائل. اللحوم بروتين وكل حاجه ممكن استبدلها بالبروتين النباتي، تمام، اللي هي البقوليات. بحاول ما بمنعهاش منهم خالص، تمام، لكن لو بعمل مرتين في الاسبوع ممكن اعمل مره كفايه قوي. لو بعمل مرتين ومره سمك، لا اعمل مره ومره سمك وكفايه قوي كده. فاهميني؟ يبقى احاول على قد ما اقدر، احاول على قد ما اقدر بمسك علشان مرتبي يكفيني، لا وادخر منه كمان علشان ما اتزنقش ولا استلف من حد. دايما فكروا في الموضوع ده كويس، تمام. المفروض ان الحاجات دي، تمام، محدش هيقولها لك اقسم بالله. في ناس كتير بتبقى شايفه عيشتك فله ومسيرينك في كل حاجه، تمام، لكن عند اي وقعه يعني ليكي ما بتلاقيهمش اصلا، تمام، لانهم ما نصحوكيش، ما فوقوكيش من اللي انت فيه او اللي انت عايشه فيه، تمام. سواء لسه مش لاقيه مشروع، سواء مش عارفه اعمل حاجه، ده حاولي امشي بالمبدا اللي مسك بتقولك عليه. حاولي على قد ما تقدري اوفر، امسك على ايدي، ليه؟ لظرف ما، لا اي حاجه لا قدر لا تحصل. فاهميني؟ يعني عايزه اقول لكم دايما زي ما انتوا عايشين في خير، دايما توقعوا الشر، توقعوا ان ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه وانت قاعده على الحديد المجيد. يبقى ساعتها هتعملي ايه؟ ما انت ممكن تلاقي اللي هيسلفك وممكن لا. طب لو ما لقيتيش ايه اللي هيبقى؟ هتروحي تجيبي كارد، هتروحي مش عارف ايه. والقروض يا بنات، ده عايزه اقول لكم لو عليكم قرض حاولوا على قد ما تقدروا تسددوه، ده فقر للبيوت، والله بيجيب خراب، وللمرتب ما بيبقاش فيه بركه، وحاجات كتير قوي انا جربتها اقسم بالله. فخدوا الكلام ده من حد مجرب. نصحهم، عايزاكم تبقوا ناصحين، عايزاكم تبقوا على قد ما تقدروا تحسبوا للايام الجايه قبل ما تحسبوا للايام اللي انتوا فيها. بيقول لكم لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، فانا نعمه وفضل من عند ربنا، الله اعلم اللي جاي فيه ايه. زي بقى ما بقول لكم حاولوا تمشوا عيشتكم كده. انا مش هاجي امشي لكم عيشتكم في بيتكم، ولا مامتك ولا اختك ولا حد، مفيش حد هيمشي عيشه حد، انت لوحدك اللي قادره، انت القبطان بتاع السفينه اللي هي سايره، تمام. فزي يلا زي ما بقول لكم اول ما تقبضوا حصاله كده، تمام، وزي ما انا سقطت فيها 200 جنيه سقطوا فيها ال 200 جنيه دي وانسوها. هتنفعكم في اي حاجه اقسم بالله. بتقبضي 4 بتقبضي 5، شيلي يا ستي الدنيا زنقه وما بتكفيش، شيلي يا ستي 500 بس، عايزه مبلغ مجمد غير ال 200 اللي احنا سقطناها. 500 ومشي حالك، 1000 لو هتقدري ومشي حالك، تمام. حاولي على قد ما تقدري، لو جاي بتجيبي بند مثلا اجبان كتير، لا حاولي قللي واستبدلي ببتنجان، استبدلي ببطاطس، استبدلي بحاجات كتير قوي استبدال، تمام. يعني انت اقعدي فكري دايما، حاولي. هي مرتين انا هنزل فيها، ايه هي مرتين زي ما بقول لكم، مره هتجيبي فيها اللحوم ومره هجيب فيها خزين من عند العطاره، تمام. وهنزل كل اسبوع مره اجيب الخضار بس. المرة اللي هجيب فيها العطارة هجيب فيها المنظفات بس. هو ده اللي انا هعمله. ليه؟ بخلي يوم واحد للحوم عشان لما تيجي سواء هتعملي كفتة، هتعملي برجر، هتعملي بانيه، هتعملي ناجتس، يبقى عندك اليوم فاضي تقدري على قد ما تقدري تعملي فيه، تمام. بنزل كل اسبوع مرة واحدة اجيب الخضار بتاعي. قللي خروجاتك، صدقيني لو قللتي خروجاتك للحاجات اللي انا بقولك عليها دي مش هتصرفي، هتلاقي فلوسك ما شاء الله الله اكبر. عايزه اقولك بقيت اعاتب نفسي لو جالي ظرف ما ونزلت، تمام، ارجع اقول يا نهار ابيض ده انا صرفت يا ريتني ما نزلت. فاهميني؟ شوفوا بعاتب نفسي على ايه. بلاقي نفسي حتى لو في المواصلات وما اشتريش حاجه بلاقي نفسي صرفت. فعايزاكم تتشجعوا وتحوشوا على قد ما تقدروا، تمام. تصحصحوا لنفسكم كده، تمام. اول ما القبض ينزل اعملوا التركات اللي يعني كذا تركيه اللي انا قلت لكم عليها دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك لو لسه ما ضغطتيش اللايك كده، حبيبه قلبي انا وصفه نصيحه مع مسك، اضغطي كده لايك للفيديو، تمام، وشجعيني كده بكومنت حلو كده منك زي ما بتفرحوا قلبي، ربنا يفرح قلوبكم جميعا. اترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.